بعد ما احتفلنا وهيصنا وحفلنا على ريال مدريد والكلام ده كله، انا عايز اتكلم بقى كلمتين كده ايه في الماتش، ويعني بخصوص التحكيم وغير التحكيم والكلام ده. شوف انت كريال مدريد او انت كمدريدي، شوف لما تمارس كل الضغوط الممكنه والغير ممكنه عشان تاخد يعني على كلامك حقك من الحكام، وفي الاخر برضو تخسر. اتجاملت في الماتش كذا كوره، اتجاملت طبعا. فينيسيوس جونيور وروديجير في الكوره اللي هي الواد اللي هو كيليان مبابي عمله كده، قام ماسك وشه وبتاع، دخلوا لحد نص الملعب وروديجير قفش يضرب الحكم، والحكم اللي هو عدوا الليله يا جماعه، مش عايزين نعمل مشاكل، انا مش عايز اطرد حد فيكم عشان ايه الموضوع ما كانش كان ممكن يتقلب عليه اكتر. فانت بعد الحوارات دي كلها برضه خسرت. انت برضه خسرت، مش عشان انت ما لعبتش كويس، انت لعبت حلو. فينيسيوس كان فورمه تحفه، كيليان مبابي كان حلو، بلينجهام كان فشيخ النهارده، كل اللعيبه اللي نزلت بصراحه، تشاوميني كان حلو. بس في نفس الوقت انت قدام ده، انت عندك برشلونه هو اصلا فريق جامد. انت المره دي نازل له عامل احتياطاتك ومأمن نفسك، وبتلعب مقفل ورا ومضايق خطوطك، عشان انت عارف ان انت لما فتحتها الماتشين اللي فاتت كلت على وشك. فانت عملت ماتش محترم. كارلو انشيلوتي عمل من احسن الماتشات اللي عملها من فتره طويله. كلاسيكو من امتع الكلاسيكوهات، من كلاسيكوهات كلها اللي انا اتفرجت عليها في اخر مثلا 3 4 سنين، من ساعه ما ميسي وكريستيانو مشيوا. فجماهير ريال مدريد انا عايزكم تنبسطوا بالفريق اللي لعب النهارده، تنبسطوا بالماتش. انا عارف انتوا خسرتوا، ما ينفعش تنبسط طبعا اكيد، بس على الاقل يبقى انت عندك نبذه من الامل او قطعه كده من الامل ان انت لا، انت فريقك كويس. والناحيه الثانيه برشلونه طبعا، ان انت طير بفريقك، طير بفريقك وطير بمدربك. انت عملت انجازات خرافيه، انت محدش كان متوقع حاجه منك حاجه السيزون ده اصلا. انت فاهم انت فين دلوقتي؟ انت كسبت الكاس واول الدوري وان شاء الله هتكسبه، وفي الابطال انت بتلعب نص النهائي مع انتر ميلان وان شاء الله هتعديه. انت ما كنتش متخيل ده يحصل لك. وسوف يذكر التاريخ ان ده انضف ماتش كلاسيكو في الخمس ست سنين اللي فاتوا دول. تنافسيه وجوان واكشن وحاجات. ده ماتش بعد دقيقه 60 اختلف خالص، او بعد دقيقه 65 مثلا.